في ألكسندرية القديمة كان في بيت شكله عادي جدا، لكن أي ست تدخل منه كان الحارة كلها تحس إن في حاجة غلط، حتى لو محدش قادر يثبتها. نرجع لزمن كانت فيه الإسكندرية مختلفة، شوارع أهدى وحارات أضيق، والناس بتعرف بعض من صوت الخطوة قبل الوش. في الحتة دي كان في بيت صغير شكله مش لافت للنظر، باب خشب قديم، شباك مقفول معظم الوقت، ونور ضعيف بيطلع بالليل كأنه ما يحبش حد يركز معاه. البيت ده كان سكنه شقيقتين، الناس كانت بتشوفهم كل يوم تقريبا، مرة قاعدين على الباب، مرة بيكلموا الجيران، ومرة بيبتسموا لدرجة تخلي أي حد يقول ناس عادية ومفيش منهم خوف. لكن اللي كان يخلي بعض الجيران يفتكروا البيت تاني إنه كان بيتقال عليه دايما نفس الجملة: البيت ده فيه همس غريب بالليل، مش صوت عالي ولا ضجة، مجرد همس، كأن في كلام بيتقال وبيتسحب جوه البيت بسرعة. وفي الأول محدش اهتم. مع الوقت بدأ يحصل حاجة غريبة. واحدة من ستات الحتة تدخل البيت وما ترجعش في وقتها المعتاد، وبعدها بوقت حد تاني يقول إنه شافها في مكان بعيد، وبعدها تختفي من السيرة خالص. الناس بدأت تلاحظ إن في نمط بيتكرر، البيت نفسه، الوجوه نفسها تقريبا، والسؤال نفسه: هي راحت فين؟ في البداية الكل كان بيفسرها تفسيرات بسيطة، مرة مشوار، مرة زيارة، مرة انشغال. لكن لما العدد زاد الخوف بدأ يدخل الحارة ببطء. بقالهم أيام بيسمعوا همسات أكتر، وبقالهم ليالي بيشوفوا نور يفضل شغال لحد وقت متأخر، وأحيانا كانوا يلاحظوا ستات داخلين البيت ومعاهم كلام كتير، لكن بعد كده مفيش خروج واضح قدام الناس. واحد من الجيران كان راجل كبير شوية، بدأ يركز في حاجة صغيرة جدا. كل مرة يدخل حد البيت وبعدها بساعات يظهر في السوق أو عند واحد من باعة الأشياء القديمة حاجات ستات محترمة كانت معروفة بيها. حاجة بسيطة، خاتم، أقراط، إسوارة، تفصيلة صغيرة، لكنها كانت كفاية تخلي الشك يكبر. الراجل بدأ يحس إن الموضوع مش مجرد صدفة، خصوصاً إن نفس البيت، نفس الشقيقات، ونفس الهدوء المصطنع، الهدوء اللي يريحك من بره ويخوفك من جوه. ومع كتر الكلام وصل الخبر لناس أكتر، وبدأت الأسئلة تتجمع: مين اللي بيزور البيت؟ ليه كل مرة في اختفاء؟ ليه مفيش إجابة واضحة؟ وليه كل اللي يدخلوا البيت تقريباً محدش يشوفهم بعد كده بنفس السهولة؟ هنا بقى التحقيق بدأ ياخد منحنى تاني. اللي دخلوا البيت كانوا شايفينه عادي، لكن اللي كان بيحصل جواه كان أكبر من مجرد بيت في حارة. التحقيق جمع الخيوط، الشهود اتكلموا، والتفاصيل الصغيرة بدأت تركب فوق بعضها. نفس الوجوه، نفس السلوك، ونفس النمط اللي بيتكرر بشكل يخوف. الشرطة بدأت تراجع الكلام كله من أول وجديد، وكل ما الخيط يلف كان بيرجع لنفس المكان، البيت ده. لما اتفتح باب الحقيقة الصورة اتغيرت تماما. البيت اللي كان باين هادي طلع مركز سر كبير، والشخصيتين اللي الناس كانت شايفاهم جزء من الحارة كانوا في قلب القصة. في اللحظة دي بقى واضح إن الهمس اللي كان الناس سمعاه بالليل ما كانش شيء غامض ولا مصادفة، كان خوف، وخوف متخبي ورا شكل عادي جدا. والأغرب
إن الحكاية ما وقفتش عند مجرد شبهة، لأ، التحقيق وصل لحقيقة كاملة، والقضية اتقفلت على إن البيت ده كان بيلعب دور في سلسلة من الوقائع اللي هزت الإسكندرية كلها. ساعتها الحارة كلها سكتت، لأنهم فهموا إنهم ما كانوش بيسمعوا همس بيت، كانوا بيسمعوا بداية فضيحة كبيرة جدا، لحد ما الحقيقة خرجت للنور. وفي الآخر اتكشف سر بيت الأسكندرية اللي فضل سنين الناس تتكلم عنه بالهمس. القصة ما كانتش عن بيت مسكون، ولا عن لعنة، ولا عن حاجة خارقة. القصة كانت عن ناس عاديين الشكل، استخدموا الهدوء والثقة والشارع اللي كله يعرف بعضه علشان يخفوا وراهم سلسلة من الجرائم اللي انتهت بكشف القضية الشهيرة اللي عرفت باسم ريا وسكينة. والصادم بقى إن أكتر حاجة خلتهم يكملوا فترة طويلة ما كانش الذكاء، كان إن محدش كان متوقع الشر يطلع من بيت شكله عادي كده. ومن يومها فضلت الإسكندرية فاكرة القصة دي كويس، مش عشان فيها بيت قديم، لكن عشان علمت الناس إن أخطر حاجة إن الشر يلبس وش الجيران.